ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده ميني بيتزا بطريقه بسيطه ومكونات ان شاء الله هتكون موجوده عندك في البيت. هتبقى حلوه قوي للاطفال في الفطار، خاصه ان احنا دلوقتي بقى في فتره الدراسه والمدارس بتبقي محتاره تعملي لهم ايه في اللانش بوكس الصبح. فدي هتسد معاكي قوي وهتعجبهم. شايفين قد ايه هشه وقطنيه، وكمان الجبنه بتمط والطعم خطير. وكمان هسويها معاكم في الاير فراير، وبجد انا النتيجه صدمتني، ما كنتش متوقعه ان هي تطلع بالحلاوه دي. وما اخدتش وقت كتير، تقريبا 7 دقايق وكانت مستويه. فدي حاجه كويسه قوي. وعملت كميه حلوه قوي من 4 كوبايات بس من الدقيق. عملت كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. اول حاجه بقى معايا 1.5 كوباية من اللبن او الحليب، ويكون دافي بس ما يكونش سخن. وهضيف عليه معلقه كبيره من الخميره الفوريه ومعلقه كبيره من السكر. وهضيف عليهم 1/4 كوباية من الزيت، وانا استخدمت زيت الزيتون، ونص معلقة صغيرة من الملح. وهقلبهم كويس. هنزل عليهم بالدقيق اللي هم 4 كوبايات من الدقيق، طبعا بكون نخلاه قبلها. واضيف عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر. انا ما اختبرتش الخميره قبلها او عملت لها اللي هو تيست الاختبار، لان انا واثقه من الخميره اللي انا بستخدمها. انما لو انتي مثلا شاكه فيها او خايفه ان هي ما تخمرش معاكي، تاخدي معلقه الخميره على السكر على اللبن الدافي، وتسيبيها على جنب شويه مع طبعا معلقه دقيق. وبعد كده تكملي باقي المكونات بتاعتك. معايا بقى جنبي تبقى نص كوبايه من الميه، والميه برضو بتكون دافيه، ما ينفعش تكون ساقعه، لان لو ساقعه هتفصل معاكي وهتخلي الخميره ما تشتغلش. وبزود على حسب العجينه ما تاخد معاكي، تكون لينه كده ومش بتلزق، وهسيبها لحد ما تخمر. هنيجي بقى لصوص البيتزا. هنجيب معلقتين كبار من صلصه الطماطم او معجون الطماطم، هضيف عليهم معلقه كبيره من الكاتشب، نص معلقه صغيره من الثوم البودر، معلقه من الزعتر بطرف المعلقه الصغيره كده، ورشه بسيطه من الملح. هنقلبهم كويس، وممكن تضيفي معلقه من الزيت لو حابه، بس انا استكفيت كده يعني مضفتش زيت. سبت العجينه ربع ساعه، كانت خمرت معايا، لان احنا في الصيف اصلا مش بتاخد وقت. هناخد جزء منها بقى ونبتدي ان احنا نفرده. الطريقه دي اسهل طريقه انك تشكلي بيها، لانك لو حبيتي انك تقطعي العجينه او تكوريها كور مش هتطلع معاكي بنفس الحجم. انما كده هتستخدمي اي اداه تديكي شكل الدايره وهتطلع معاكي كلها بحجم واحد. طبعا لو عندك القطاعه هتمشي، ما عندكيش بالكوبايه وهتمشي معاكي والدنيا تمام خالص. خليها سميكه معاكي شويه علشان ما تنشفش منك. هنشيل الزيادات دي، مش هعجنها، انا بلمها بس يا دوب كده، بلمها ونسيبها ترتاح، وبنكمل فيها نفس الخطوات. في الصينيه نبتدي بقى نعمل عمق كده لتحت علشان الجبنه والحشو ما يطلعش معاها، وفي نفس الوقت علشان ما تقبش معاكي في الفرن كده او تنفش العجينه وتلاقي الحشو طالع بره. هندهن بقى حاجه بسيطه كده من الصوص اللي احنا عملناه. والحشو بقى اختياري حسب ما بتحبي. انا هنا ضفت جبنه شيدر وموتزاريلا وحاجات بسيطه كده من الجبنه الرومي، لان بتبقى حادقه فمش بحب ازود فيها كتير. ممكن بقى تضيفي بسطرمه، لانشون، اي حاجه تحبيها. لو حتى حطيتي لحمه مفرومه او فراخ، بس اللحمه والفراخ مش مستحبين يعني ان احنا نسيبهم وقت كتير، محفظهم يعني في التلاجة وقت اطول، فالجبن بتكون افضل. وضفت برضو فلفل الوان وقطع صغيره كده، مكعبات صغيره من الطماطم، بس بشيل القلب بتاعها علشان ما ينزلش ميه معاكي. واخر حاجه هنضيفها الزيتون، وبعد كده بنضيف على الوش الجبنه الموتزاريلا. واهم خطوه، ما تطلعيش الجبنه الموتزاريلا من الفريزر مجمده وتستخدميها، مش هتمط معاكي ومش هتسيح وتديكي اللون اللي انت حباه كويس. سيبيها تهدى الاول، ما تستخدميهاش وهي متلجه. يعني انا هنا كانت فكه معايا زي ما انتوا شايفين. بعد بقى ما نخلص الحشو بتاعنا هنسيبها ترتاح شويه معايا العجينه، هتلاقوا حجمها زاد شويه لحد ما اخلص باقي الكميه. والجزء التاني برضو هعمله بنفس الطريقه، بس ده هسويه في صاج ألمونيوم. على فكرة الألمونيوم في تسوية المعجنات بيكون أفضل من أي حاجة ممكن تتخيليها، يعني أفضل من التيفال ومن الجرانيت بجد يعني.
شايفين كل الاحكام قد بعضها. هنا بقى انا استخدمت الشوكة عشان نعمل الفتحات دي، يعني بديكي اكتر من حل بالشوكة بايديكي. هو في اصلا عجلة كده مخصصة للبيتزا، بس دي بتنفع مع البيتزا الحجم الكبير، مع الميني بيتزا ما بتنفعش، مش هتديكي هتلاقيها اساسا بتخرم الصينية معاكي، مش قطعة البيتزا. وبرده نفس الحشو زي ما عملنا قبل كده. في الوقت ده بقى بكون مشغله الفرن بتاعي، اهم حاجه يسخن قبل ما ندخل اي معجنات، يكون الفرن بتاعي سخن. وبعد كده بظبطه حرارته تكون متوسطه، في الاول بيكون عالي، اول ما يسخن بنهدي الحراره تكون حراره وسط، مش بنشغل الشوايه اول بس 10 دقايق، وفي اخر دقيقتين بنشغل الشوايه عشان ياخدوا لون من فوق والجبنه تبقى معاكي واخده لون حلو. هنا بقى هندهن الحواف اللي باينه بتاعتنا بصفار بيضه و3 4 معالق كده من اللبن او الحليب، واضيف عليهم رشه صغيره من الفلفل وبدهن بيها عشان تديكي بس لمعه ولون حلو. اخر جزء ده بقى انا هعمله في الاير فراير، وبجد النتيجه صدمتني، يعني ما كنتش متوقعه ان هي هتطلع الميني بيتزا بالسهوله دي وبالحلاوه دي كمان. هنجيب بقى الاير فراير بتاعتنا، وانا بستخدم ورق الزبده لانه بصراحه امن، لان الجهاز عندي فيه الطبقه السوداء دي، والطبقه دي لو قشرت وهي بتقشر مع الوقت فبتأثر علينا وبتجيب لنا امراض، فليه يبقى نستخدم ورق الزبده حتى لو هتاخد وقت اطول في التسويه، بس حاجه امن على صحتنا. هنرصها كده، وهبتدي برضو بنفس الطريقه ونكمل الحشو. ولازم طبعا نعمل نفس الخطوات اللي عملناها في التسوية اللي بنسويها في الفرن، عشان انت عايزة تقارني بين تسوية الفرن وتسوية القلاية الهوائية، يبقى لازم نعمل نفس الخطوات علشان تكون المقارنة عادلة. يعني نحشي نفس الحشو، علشان طبعا لو الحشو مختلف هياخد وقت اطول او وقت اقل، فمش هتعرفي تقارني. واهم حاجة قبل ما نضيف اي حاجة هنسويها في القلاية الهوائية نكون مسخنينها لمدة دقيقة. يعني هتضيفي ورقة الزبدة وبعدين تدخلي الجهاز بتاعك لمدة دقيقة يسخن، وبعد كده بقى ضيفي فيه اللي انت عايزاه. ده بيفرق بجد وبيخلي التسوية معاكي حلوة واسرع، والحاجة بتاخد معاكي لون كويس من تحت، زي فكرة بالظبط انك تسخني الفرن. هندهن برضو الحواف كده، وبعد كده هندخلها، وطبعا هنظبط درجة الحرارة. انا ظبطتها على 190 والوقت على 20 دقيقة، بس طبعا ما اخدتش 20 دقيقة، اخدت 10 دقايق بس وكانت مستوية. طبعا بتظبطيها على النظام اللي هو المخبوزات او المعجنات اللي بيكون موجود عندك. شايفين ده بعد 7 دقايق لقيتها استوت واخدت لون حلو قوي من فوق، بس من تحت لسه اللون ابيض، فهدخلها كمان 3 دقايق. يبقى كل الوقت اللي هتاخده معايا 10 دقايق، زي ما انتوا شايفين اتبقى 10 دقايق من 20 دقيقة، فهي كده ما اخدتش غير 10 دقايق، وكانت طالعة ما شاء الله، يعني لونها ذهبي اغمق من اللي في الفرن، وكلها واخدة نفس درجة اللون. شايفين درجة اللون من فوق ومن تحت، وهشة من جوه، وبجد طرية، ما فرقتش عن الفرن حاجة. وهنا برضو لو انت بتحشيها بره بتعرفي تنقليها عادي بكل سهولة، لان العجينة بتنقل معاكي بكل سهولة. وهسويهم بنفس الطريقة، كمل طبعا بقية 10 دقايق التانيين. شايفين دي اللي معمولة في القلاية اهي، هشة من جوه زي اللي في الفرن، ما تقدريش اصلا تميزي ما بينهم، الاتنين جنب بعض مفيش طبعا اختلاف. وده اللي استوى معانا في الفرن. الفرن طبعا كان درجة حرارة من تحت اهدى شوية. بجد جربوها للاولاد، هتنفعهم قوي في فترة المدارس، وهتعملي كمية وتحتفظي بيها في كيس في الفريزر، وتطلعيها بس وقت اللي لما تحبي يعني الاولاد يفطروا بيها او كده، هتسخنيها وهتكون حلوة معاكي قوي، سواء بقى في الميكروويف او هتسخنيها برضو في القلاية، هتكون حلوة وهتنفع معاكي قوي لهم في الفطار او في عشاء خفيف. شايفين بقى هشة ازاي من جوه، والعجينة قطنية، وبجد يعني الحشوة مع الهشاشان بتاعتها والحشوة ماسكة فيها، لا في حتة تانية. احنا لما بنجيبها من بره مش بتكون فيها كل كمية الحشو دي، وبتكون اصلا يدوب كده حاطين حاجة لا تذكر من الجبنة اساسا.
وبمبلغ طبعا. طب ليه ما نعملها في البيت؟ شايفين مطة الجبنة حلوة ازاي؟ زي ما قلت لكم عشان انا بسيب الجبنة تفك معايا، ما بستخدمهاش وهي متجمدة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ودي طبعا الكمية التانية اللي هما ال4 قطع التانيين. عملت بقى كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي، كمية حلوة قوي، من 4 بس كوبايات من الدقيق. ان شاء الله هتعجبكم لما تجربوها وتقولوا رأيكم. ولو وصلتوا بقى معايا لحد هنا في الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتقولوا لي بتتابعوني منين، لاني بتشرف بيكم قوي وبحب اشوف قوي التعليقات بتاعتكم الحلوه، لان هي بتشجعني ان اكمل. ويلا بقى قومي اعمليها كده للاولاد وان شاء الله تعجبهم. ربنا يحسن ما بين ايديكي، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.